ليرى المجازر التي يقوم بها هذا النظام الوحشي البربري الهمجي، إنها لمجازر. أكثر من 1100 جريح بالأمس عندنا في سترة. هذه سترة التي بالأمس الجثث كانت بالشوارع، الدماء، شهداء. نناشد العالم، منظمات حقوقية، هيئات إنسانية، أن تتدخل لإيقاف هذا النظام الوحشي البربري عن ممارسة الإرهاب والقتل والتنكيل والتعذيب بحق أبناء شعب البحرين الطيب الخير الأبي. شيخنا، وماذا عن دول مجلس التعاون التي تريد أن ترسل جيوشها إلى هذه المنطقة التي لم ترسل لحد الآن؟ التي لم ترسل الكويت، وأرسل تحياتي إلى شعب الكويت، وأرسل كذلك تحياتي إلى أمير الكويت. البارحة جاء اتصال من الحكومة الكويتية يقول فيه أن الأمير الكويت لن يرسل قوات إلى البحرين لأنه يريد المسألة أن تحل بالحوار لا بالسلاح. الشعب الكويتي، حكومة الكويت هي مع شعب البحرين. أما بالنسبة إلى السعودية والإمارات وقطر، رسالتي إليهم أقول إنكم اليوم أنتم شركاء في سفك دماء أبناء شعبنا. أنكم اليوم بالرصاص الذي أرسلتموه وبالجند الذين أرسلتموهم يذبح شعبنا في الشوارع. وهذه المجازر التي تقام بحق شعبنا، نعتبر الحكومة السعودية والحكومة القطرية والحكومة الإماراتية هم شركاء مع النظام الجائر الظالم القاتل، هم شركاء معه في هذه المجازر بحق شعبنا أبناء البحرين. وصل الضرب شيخنا لهني. مش كده يا جماعة، احنا أهم شيء إرادتنا قوية إن شاء الله يا جماعة.